هي ضحية أخرى للصور النمطية والأحكام الجاهزة التي تلصق بالعرب والمسلمين. فما وقع لنبيلة قد يرى فيه البعض مجرد آثار جانبية لهجمات باريس، وقد يرى فيه البعض الآخر دليلا على تهافت الإعلاميين على نشر معلومات أو صور قبل التأكد من صحتها. لكن الأمر بالنسبة لنبيلة يختلف. صورتها تناقلتها وسائل الإعلام الدولية على نطاق واسع، وقدمتها للجمهور على أنها حسناء أيت باللحسن التي قتلت في شقة بسان دوني في ضاحية باريس الشمالية. ما عندي حتى علاقة بقصص حسناء ولا الإرهاب ولا داكشي كامل. العلاقة ديالي هما التصاور ديالي اللي تباعوا الصحفي اللي نشر هذا الشيء ودار تصاور مع المقال، حتى ولات عندي علاقة أنا مع هذا الشيء كامل. هذاك التصاور ديال هذيك حسناء بالحسن الإرهابية اللي دارت هذاك الشيء في باريس، ولكن التصاور ماشي ديالها، التصاور ديالي أنا، وتصاور تباعوا من طرف صاحبتي اللي بعتهم لهذاك الصحفي اللي ما قلب ما دار حتى حاجة غير وصل ونشر هذاك الشيء. قضت نبيلة جزءا من حياتها في فرنسا، حيث كانت تربطها علاقة صداقة بفرنسية من أصل مغربي تدعى فوزية. تقول نبيلة إن فوزية هي من باعت صورها لصحفيين غربيين على أنها صور لحسناء أيت باللحسن التي قضت أثناء مداهمة الشرطة الفرنسية الشقة التي كان يتحصن فيها أشخاص مرتبطون بالمجموعة التي نفذت اعتداءات باريس. كاين دابا لا فاميلي ما عارف شحال هادي ما شفتهم كيسحبوني انا اللي متنيت فريمون تما، لحقاش كيقولوا راه ديك التصويره ديال حسناء اللي ماتت في باري ولا دارت عمليه انتحاريه، واخا دابا طلعوا البيانات والجرائد، ولكن هذاك الشيء ما كيردش الاعتبار ديال هذا الشيء اللي وقع ليا. صور نبيلة ما تزال متاحة على محركات البحث الإلكترونية على أنها حسناء أيت باللحسن، أمر أرادت أن تثبته لنا بالصوت والصورة قبل أن تؤكد عزمها على اللجوء إلى القضاء للمطالبة برد اعتبارها. عبد المنعم العمراني، الجزيرة، إفران، وسط المغرب.